السلام عليكم اخواتي الغاليات، مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفه جديده سهله واقتصاديه. كيف ما عودتكم جبت لكم عصير منعش اقتصادي، سجلوه لرمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ما عليكم الا تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تحصلوا على هذه النتيجه هذه. بالنسبه للمرحله الاولى كناخذ 3 الحبات ديال الفريز فقط، كافيين لهذا العصير هذا كيجي لذيذ. كناخذ معاهم نص كاس ديال السكر سنيده وكنديرهم يغليو فوق النار. علاش كنطيب هذا الفريز؟ باش كيعطيني داك الذوق مجهد ديال الفريز، يعني كيعطيني مركز الفراوله. انا استعملت غير 3 الحبات، كتعطيني واحد النكهه اللي هي مضاعفه. كناخذ نصف لتر د الحليب وكنضيف له علبه ياغورت بنكهه الفانيليا. هذا الياغورت هذا كيعطي واحد الختوريه لهذا العصير، اش غنقول لكم، رائعه. استعملوا غير ياغورت واحد راه كافي، واخا انا استعملت زوج يعني واحد كافي لهاد الوصفه هذه. كل ما زدتوا الياغورت كل ما كيجي يعني فيه ذوق الفاني مجهد اكثر وصافي. كنخلي داك نصف لتر البارد على جنب، كناخذ نصف لتر اخر كنديرو يغلي فوق النار حتى كيوصل لدرجه الغليان. كنصفيه من ديك القشره اللي كيدير من الفوق وكنضيفو على الفريز. يعني هنا الفريز سخون والحليب سخون باش ما يخسرش لكم الحليب، راكم عارفين. كنخلطهم وكنضيف ليهم 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. السكر كيبقى حسب الذوق، لان كتجيني تبارك الله كميه كثيره د العصير، داكشي اللي زدت السكر وكيبقى حسب الذوق. كنطحنهم في الخلاط الكهربائي الفريز مع الحليب، كيطحنوا. هنا راه الخليط دافي يعني مازال ما بردش. هنا كنضيف واحد المكون اللي هو عجيب، الباربه، هي اللي غنلون بها هذا العصير هذا، مع انني استعملت غير شويه د الفريز. نلونها بهذه الباربه هذه، حكيتها بهذا الشكل هذا وكنخليها في هذا الحليب البارد، نص لتر الحليب البارد كنخلي فيه هذه الباربه كتلون وكتطلق اللون ديالها. يعني الصراحه هذا العصير رائع اقتصادي، الاهم انه اقتصادي ومنعش ولذيذ بزاف وفيه واحد الختوريه رائعه. كنصفي داك الحليب اللي درت فيه الباربه وكنضيفو على الحليب والفريز اللي طحنت مع بعضياتهم. كنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم. انايا درتهم في هاد الاناء هذا لان ما كفاتنيش هذيك الكاسرول. كنخلطهم هكذا كيصبح العصير ديالي جاهز. ما عليا الا نتسناه يبرد ونقدمه. هنا هنا العصير ديالنا راه واجد، كنخليه يبرد وعاد باش كنقدمه. وكل ما برد هذا العصير هذا كل ما يعني كتزاد الكثافه ديالو، كيختار كيرجع خاتر بحال رايبي تماما. الذوق ديالو كيجي احسن من رايبي بكثير. ديال الدار كنعرفوا راسنا شنو صايبنا، شي حاجه مصوبينها في الدار، كيجي منعش اقتصادي اكثر واكثر. والاهم صدقوني انه لذيذ بزاف. المهم الوصفه هي هذه، نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما عليا الا نضرب لكم موعد في فيديو وصفه قادمه ان شاء الله. ما تنسونيش من اللايكات ومن البارطاج ومن التعاليق ديالكم الزوينه.